الدين الإسلامي هم شايفينه إزاي؟ أمريكا وأوروبا شايفين الدين الإسلامي من منظور داعش والإرهاب والإرهابيين، وهو ده المنظور اللي هو متصدر لهم أو اللي هم شايفينه عن الدين الإسلامي. يقوم إيه اللي يحصل؟ يقوم يشاء ربك إن هي تيجي من عنده عشان الناس دي تفهم كويس إن هم غلطانين في الدين الإسلامي غلط كبير جدا. إيه اللي يحصل؟ واحدة أمريكية، واحدة تيك توكر أمريكية يعني، طلعت عادي جدا عايزه تعمل فيديو مثلا، عايزه تعمل فيديو حلو ليها يعني. عملت ايه؟ راحت اتصلت ب 43 كنيسه. تمام؟ ايه اللي هي عملته؟ شغلت على الكمبيوتر صوت طفل بيعيط، واتصلت ب 43 كنيسه، طلبت منهم لبن. انا ابني مش عارف عنده شهرين واحنا مش لاقيين وانا عايزه علبه لبن. 43 كنيسه طلبت منهم الطلب ده. ردود بقى مختلفه، كل الردود يعني في النهاية ان لا يعني، وفي ناس بتقفل في وشها، وفي ناس كانت بتشتم، وفي ناس بتقول له والله ده مش عندنا، ده مش من تخصصنا، ده جميع الاعذار اتقالت في ال 43 مكالمة. طيب ايه اللي يحصل بعد كده؟ اتصلت بمسجد واحد، يعني هي اتصلت ب 43 كنيسة، بعدها اتصلت بمسجد واحد فقط. المهم كلمة المسجد ما ردش عليها اثناء ما هي بتسجل، فراح المسجد هو المتصل. تمام؟ في ايه؟ قالت له، راحت برضو مشغله نفس الموضوع، صوت طفل بيعيط على الكمبيوتر. في ايه؟ والله انا عندي طفل سنه شهرين وانا مش لاقي حليب والدنيا مش عارف المهم راح جاي سألها سؤالين اتنين بس: انت ساكنه فين؟ قالت له والله انا ساكنه قريب منك، بيني وبينك 10 دقايق. السؤال التاني: ايه نوع الحليب؟ يعني تقريبا الراجل ده عنده اطفال، لانه فاهم ان في طفل بياخد حليب معين وفي طفل تاني بياخد حليب تاني، مش عارف نوع تاني معين. قالت له نوع الحليب، قال لها تمام تعالي خديه. الشاهد من الحكايه ايه؟ الشاهد منها مش ان احنا بنقول ان اصل المسلمين ولا اصل المسيحيين، لا خالص، مش دي الفكره. الفكره ان الناس دي كانت واخده فكرة عن الدين الإسلامي من منظور فقط داعش، إرهاب ولا إرهابيين أو فالمهم يشاء ربك إن هي منهم فيهم يطلع حد يصحح المنظور ده والفكرة دي ويعرفهم إيه هو الدين الإسلامي بمنتهى البساطة.